السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونصلي على النبي كتير، ونذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنعمل النهاردة طاقية السلطان بطريقة جميلة جدا. بصوا، اسفنجية جدا جميلة في منتهى الروعة، حاجة كده في منتهى اللذاذة، خفيفة. هي اسمها اصلا في الطبيعي بريوش، بس هي بقى طالعه ترند النوبادي. عملنا ايه؟ طاقية السلطان، حاجه كده في منتهى الروعه. وبصي مرتفعه ازاي، جميله جدا. اهو السمك بتاعها جميل. هنفتحها معاكم واوريكم شكلها عامل ازاي. قبل ما نفتحها ما تنسوش بقى الاشتراك، ونخش على المقادير ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، عملنا الحلاوه دي ازاي. هتخش على المقادير، وبقى قبل ما تخش على المقادير دوسوا لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس. بصوا بقى يا جماعة شكلها عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الخفافة جدا، جميلة جدا، مورقة من جوه، منتهى الروعة. بصوا شكلها جميلة، تحفة. بصوا مورقة ازاي، جميلة ومستوية حلو صراحة. بصوا شكلها في منتهى الروعة. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نخش على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى جينا لكم هنعمل لكم البريوش او طاقية السلطان الترند الجديد. هنعمله بمقادير بسيطة جدا، حاجة كده في منتهى الروعة. معانا نص كيلو دقيق، ومعانا نص كيلو الا معلقتين كبار، وخمس معالق كبار بالمعلقة دي سكر، وربع كوباية مية. لا، نص كوباية بس، انا حطيت النص الربع التاني هنا مع اللبن. ماشي، عشان هنا هنختبر الخميره، هنحط الخميره الاول ونختبرها الاول عشان ما نخسرش كل حاجه. ومعانا ايه؟ البياض، البيض، بياض بيض. ما عندكيش بياض بيض، حطي معلقه خل عادي، هتبقى نفس النتيجه. حاجه كده في منتهى الروعه. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على النبي كتير ونستغفر ربنا كتير. ويلا نخش نشوف الدنيا ماشيه ازاي، عامله ازاي معانا. دلوقتي انا هختبر الخميره معاكم اهو. هنجيب بقى معلقه سكر من هنا، لازم معلقه سكر، معلقه ونص كده، ومعلقه كبيره خميره. حطيت معلقه ونص خميره ومعلقه ونص سكر، وهندوبهم كده حلو اهم. انا جيت معاكم اهم. هندوبها كده حلو، وهنسيبها في مكان دافي عشان ايه؟ تخمر معانا على طول. اول ما تخمر ترفع معانا الخميره، نبتدي بقى نشتغل في الشغل بتاعنا. الدقيق مش هنشتغل دلوقتي خالص لغايه لما نشوف الخميره. لو الخميره بتاعتك فعاله يبقى اشتغلي على طول عادي ولا يهم. اهو هدوبها واسيبها تستريح، واشوف بقى الخميره بتاعتنا شغاله ولا لا. اهو كده يا جماعه، انا كده اتاكدت للخميره بتاعتي. انا عملتها على الحمام ميه سخنه عشان الجو ساقع بردك. اهو بدات تعمل فقاقيع معايا، يعني كده الخميره بتاعتنا حلو. لو مركونه عندك وكده اختبريها قبل ما تعملي اي حاجه خالص عشان الحاجه ما تبص منك. دلوقتي كده بقى معانا ايه؟ اللهم صل على النبي. بقيه الميه وباللبن، ممكن تستعملي لبن بقى ميه بس. اهو، وهنحط السكر معانا عشان حاجه حلوه. اهو، وهدوب المكونات كلها في بعضيها، هدوبها. بعد ما دوبنا اللبن بالميه بالسكر، هنحط ربع كوبايه زيت. اهو الزيت ده يكون جودته نظيفه. هنحط معاكم البياض، اهو البياض البيض. وهنقلب بردك حلو كله عشان الميه بالسكر دافيه. حطينا البياض، يبقى نحط ايه؟ فانيليا. اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم بصوت الصورة كمان قدامكم. لو وصلتوا لغايه هنا بقى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك يا حبايبي عشان يوصلكوا كل جديد. ونصلي على النبي كتير كده في الكومنتات. هنحط بقى الدقيق تدريجيا اهو معاكم اهو. هحط شويه بشويه. حطينا نص الدقيق كميه، وهندور كده حلو قوي بالمضرب. وبعد كده هنشيل بقى المضرب خالص وهنستعمل ايديه. اهو حطينا الدقيق. ما ننساش بقى ايه؟ حصوة الملح، حصوة الملح. اهو حطينا بقية الدقيق. وهنجيب بقى الخميرة بتاعتنا بعد ما اشتغلت معانا اهي واترفعت معانا. هي دي ربع كوباية على التلات ارباع. اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم عليت معايا. بصوا هي كوباية واصلة لغاية هنا اهو. يعني هنحط بقى الخميرة بتاعتنا ونفضيها ونقلب بقى المكونات كلها حلو، وارجع لكم اوريكم شكلها.
بعد ما حطينا بقى ايه، بعد ما حطيناهم في بوله كده صغننه، وحطينا معلقه كبيره سمنه او زبده زي ما المستحب. انا حطيت زبده، وهنحط معلقه كبيره من الكاكاو الخام المر، مش هتخافيش، مش هيمرر معاكي، على حسب برضك ايه الجوده بتاعتك عامله ازاي. اهو هنعجنهم وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، هتفضل معاكم مقطعه كده، ما تخافوش، اعجنوا فيها لغايه لما تمسك معاكم السمنه تختفي. ماشي، انا قلت اوريكم برضك في نص العجن واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما عجنتها وملمسها جميل جدا، بصوا بترجع معايا اهي، عجنتها جامد قوي. والتانية هنا سبتها بقى تخمر، هسيبها بقى تخمر ساعه او ساعه ونص على حسب بقى الجو عندك، وارجع لكم تاني. بعد ما خمرت معانا يا جماعه، انا غطيتها بالاسترتش راب. بصوا خمرت معانا خالص، بصوا طريه جدا خمرت. واوريكم بس شكلها، هشيل الاسترتش راب. بعد ما فتحنا عليها بصوا منفوشه ازاي، بصوا خمرانه. هنهبطها كلها كده، وهنحط عليها دقيق. المفرش بتاعنا او الرخامه هنحط عليها دقيق عشان نفردها. بصوا يا جماعه، بعد ما فردتها اهي معاكم، معلش اللي انا الفيديو بس يتعمل معايا، فردتها اهي بالنشابه كده اهو، لازم يبقى مستطيله اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. هحطها في صينيه تانية وارجع لكم تاني. جينا بقى للشوكولاته، بردك هنهبط كده كل الهواء اللي فيها، وهنحطها بردك على الترابيزه او الرخامه والحاجات دي، او اي حاجه عندك ناشفه. هنفردها زي الفانيليا وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، انا فردت الفانيليا وفردت الشوكولاته لا مؤاخذه اهو. هنحط بقى الشوكولاته على الفانيليا، معلش عشان انا بس شغاله لوحدي كده اهوت، وايدي بس هي اللي معايا. هنحطها واوريكم بردك هحطها ازاي. بصوا بقى يا جماعه، انا حطيتها وسويتها كلها كده اهوت اهي. لازم نعملها زي المستطيله. هنجيب بقى اي حشوه عندنا، شوكولاته نوتيلا، مربى، اي حاجه عندك مستحبه. بصي انا بطلع الهواء اللي فيهم الاتنين عشان اعرف اقفلها هما الاتنين مع بعض اه. لو وصلتوا بقى لغايه هنا، ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك يا حبايبي، ماشي، عشان يوصلكوا كل جديد وتشجعوني. بصوا بقى يا جماعه، انا حطيت بقى الشوكولاته اللي هي الشوكولاته قبل الدهن بطعم البندق، او اي حاجه عندك مستحبه اهو. هوزع كل المكونات دي كلها اهي، وهنجيب بقى شوكولاته قطع او شوكليت شيبس هنحطها عليها. انا بقى عندي شوكولاته قطع اهي، بصوا زي ما انتوا شايفين حضراتكم، وزي ما الفيديو واضح معاكم اهو. حاجه كده هنعمل، هي اسمها مش طاقية السلطان، اسمها بروش حاجه كده قطنيه خفيفه. هنعمل احلى طاقية سلطان شفتها في حياتكم اهو. وهنجيب بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا اهو هنقفل كده اهو. بصوا اهو، قبل ما نوصل للجزء التاني اهو، الجزء الاخير اهو ده. معلش بس الفيديو هيطول معاكم. هنعمل بقى بالسكينه او مقطع عندك اهو، هنقطعها كده زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم اهو. انا جبت سكينه او قطعة البيتزا او اي حاجة عندك مستحبة تقطعي فيها اهو. حاجة كده في منتهى الروعة ومنتهى اللذاذة. ويكون احنا بقى محضرين بقى الصينية بتاعتنا مدهونة سمنة، وهنحطها في فرن سخن مسبقا، بس لما تخمر تاني لسه ساعة تاني عقبال ما تخمر. عاوزة تستعجلي على طول تعمليها، سخني الفرن وحطيها فيها، بس اقفلي الفرن عشان تخمر معاكي اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهو. اهو نعملها رفيعة كده خالص اهو. نجيب بقى ايه من اول فوق كده، معلش اهو زي ما الفيديو واضح معاكم اهو كده كده اهو. بصوا شكلها عامل ازاي. هنعمل التانية اهي. انا عاملاها بايد واحدة كمان عشان ماسكة التليفون بايد التانية اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. اخلص الكمية، انا وريتكم اهو اتنين، واوريكم التانية التالتة كمان اهو. بصوا العجينة ماشية معاكي زي الحلاوة، بتلفيها من اولها لاخرها كده اهو اهو. حاجة كده في منتهى الروعة اهو. اخلص واوريكم شكلها عامل ازاي.
بصوا بقى يا جماعه، انا خلصت كل البتاع، ضفرتها كلها كده، برمتها. هنجيب بقى كل ده وهلفه كده زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، هنخلي الجزء اللي تحت ده، اللي تحت اهو، بصوا شكلها عامل ازاي، جميله جدا. هنحطها بقى في الصينيه واوريكم شكلها. طاقية السلطان حاجة كده جميلة، لقد فعلتها، ولسه لما تخمر كمان هتبقى عاملة ازاي. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اه حاجة كده في منتهى الروعة. متنسوش بقى تدعموني. هنسيبها تخمر وارجع لكم تاني. بعد ما خمرناها يا جماعة، انا عملت لها عشان الجو ساقعة عندنا بالليل. عملتها ازاي بقى يا جماعة عشان تخمر معايا على طول؟ رحت جبت طبق مية سخنة وحطيته في قلبي من فوق، دوت اللي هيخليه تعمل تسريعة التخمير معاكي. بصوا حاجة كده في منتهى الروعة، بصوا جميلة جدا. بصوا شكلها جميل. هنجيب بقى البيض واللبن معانا، البيض واللبن والفانيليا، وندهن بقى وشها كده بالراحة خالص عشان التخمير ما يروحش معانا. هدهنها وارجع لكم. بعد ما حطينا بقى وشها دهن بيض، صفار البيض اللي احنا قسمناه، صفار البيض واللبن وفانيليا، شويه فانيليا، دي بقى هندخلها الفرن واوريكم شكلها ازاي. بس الفرن يبقى مسبقا تسخين الاول عشان تهم معاكم على طول. خرجت معانا يا جدعان اهي يا جماعه، بصوا حاجه كده جميله. هنجيب بقى السمنه وندهنها او الزبده زي ما تحبوا. بصوا اهي، تدي بس الطراوه بتاعتها، والله حاجه كده في منتهى الروعه. جربوها بس كده، جميله جدا. حاجه طريه. البريوش، هي اسمها اصلا بريوش، طبعا اسمها البريوش مش طاقية السلطان دي، بس ايه الترند بتاعها السنه دي اسمها بريوش. البريوش الخفيف طري، حاجه كده في منتهى الروعه. بصوا طريه جدا. الفرشه بحطها بتغرز، اغطيها بقى تاني وارجع لكم بقى تاني. بس هفتحها بقى ايه في اول الفيديو اول ما تيجوا بس اهو، هوريكم شكلها في النهايه. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما غطيتها طريه جدا، بريوش طاقية السلطان، على حسب بردك ما تنطقوها، بس هو الترند الجديد طاقية السلطان اهو. بصوا طريه جدا ولسه سخنه. هسيبها بقى تبرد. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وانا هقطعها واوريها لكم في اول الفيديو.